سمعنا كتير عن إن الواحد ممكن يتخن ويزيد في الوزن. بس هل سمعت إن الكبد بتاعك ممكن هو كمان يتخن؟ أيوة، زي ما سمعت كده. ده اسمه الكبد الدهني. تخيل إن الكبد الفلتر الرئيسي لجسمك اللي بيصفي كل حاجة بتشربها وبتاكلها. يبدأ هو يخزن دهون زيادة جواه. في الأول مش هتحس بأي حاجة ولا عرض ولا أي إنذار، بس مع الوقت الدهون دي بتعمل التهابات وتليف، وممكن تبوظ الكبد خالص وتخليه ما يعرفش يشتغل. الخبر الحلو إن في أغلب الحالات الموضوع ده بيتعالج وممكن يتعكس. بجد، الحل بسيط جدا. أولا، ظبط أكلك، قلل السكريات والدهون الضارة. ثانيا، اتحرك، لازم تمشي وتلعب رياضة على طول. ثالثا، وزنك، لازم تحافظ على وزن صحي. الفكرة كلها إنك تريح الكبد بتاعك وتساعده ينظف نفسه. مفيش وقت متأخر أبدا علشان تبدأ تهتم بالفلتر ده. وأخيرا، الكبد مش بس فلتر، هو ميزان صحتك. علشان تحافظ عليه محتاج تعرف إيه بالظبط اللي داخل جسمك. السر كله في المعرفة والتحكم. الموضوع مش مجرد أكل صحي، انت محتاج تحسب السعرات الحرارية وفي نفس الوقت تكون عارف القيمة الغذائية للأكل ده. بروتين، دهون، كربوهيدرات جيدة. أكيد تغيير عاداتنا صعب وممكن يكون في تحديات كتير، بس ما تقلقش، احنا مع بعض خطوة بخطوة هنتعلم ازاي نحسب سعرات أكلنا ونعرف القيمة الغذائية لأكلنا، ودي أفضل بداية لأسلوب حياة مثالي.